السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الجمعة يا جماعة زي ما انتم شايفين، وعندنا طبعا خيارات من كل حتة. تعالوا بقى نعرف ايه المشاكل اللي جاية لنا النهاردة. طبعا انتوا طلبتوا مني قبل وبعد، تعبتوني بس انا تحت امركم يعني. النهاردة انا معايا دبابة اهي، دي جاية لي من امبابة، ومعايا ديمكس. الديمكس بقى دي كارثة بقى في الديمكس دي بجد، يعني كارثة بقى في الديمكس دي بجد بجد يعني. جاية لنا من منيا، وتعالوا بقى مع بعض ان شاء الله. دي جاية تعديل اهي، ده تعديل وش تمام. كل اللي احنا بنحله ان العربيه كويسه، دورتها كويسه ومشيها كويس، يعني دوره كويسه وما فيهاش اي مشكله. ما نحلش التربه، بنحل وش بس. دي 14 اهي، مش شرط برضو 19، مش شرط 20، لا حتى لو موديل 2010 لان العربيه ترم رشاشاتهم كويسه، احنا ما بنحلش ليه ترم رشاشات. معانا دماغ اهي تمام. دي بقى اللي حكيتها حكايه، حله ترم رشاشات دي حكايتها حكايه. ومعايا برضو دبابه اهي. صباح الفل يا رجاله، جايين منين؟ مين يا باشا؟ احسن ناس جايين من مين؟ مين؟ احلى. بص معلم، حبيبي معلم قعدتك قعدة معلم، حبيبي. احسن ناس يا باشا. ومعانا جامبو برضو الناحيه الثانيه اهي، دي برضو حل 4 رشاشات تمام. دي طبعا جامبو يا جماعه، حلنا 4 رشاشات بس اهي. بدأ جايبها كل شويه يجيبك على اليوتيوب ويقول الراجل اللي عملنا عنده العربيه يا بابا. منورين يا رجاله والله. اهي. ايه مشكلتك يا هندسه؟ عمنا ايه مشكلتك؟ مشكلتي الله ربنا يستر. تلاش، لا موضوعك بسيط ان شاء الله. ان شاء الله بسيط بإذن طبعا دي الله. برضو جايه من مني، هي بتحل ترومبو ورشاشات تمام. طبعا نشوف مشكله التانية دي اللي جايه لنا من جاي من مخصوص والله يا جدعان. انتوا ورايا تمام. بصوا بقى يا جماعه، عشان الراجل ده حول الله حصل عنده موقف كده، ده اللي احنا بنقوله عشان نخلي بالنا، حتى لو احنا مش فاهمين نفهم. يعني انت تابع الفيديو ده للاخر عشان ما تاخدش على ايدك زي ما هو خد على ايدك. فلو مش فاهم افهم، حتى لو الصنايعي جه يقفل يبقى انت فاهم ايه اللي بيتقفل في عربيتك، تقول له حاسب انت كده غلط. لان طبعا التقفيل النهارده فرق بين ده وبين ده حوالي 1500 جنيه. يعني الراجل ده لسه عامل ترومبا عندهم في هنا. بصوا طبعا يا جماعه النهارده السوسته اولا دي بتاعت عمود الكامه مش بتاعتها. يعني بص السوسته دي الثانيه بتبقى ربعها. ثانيا وده مش موضوعنا، ما علينا، خليها على جنب، كده كده هيجي غيرها. تايمر كويس. بصوا بقى يا جماعه، ادي هنا بصوا كم الورد، عشان بس مشكله الورد. وبرده دي مش مشكله، خدي ادي ضفرك كده ارفع لي بس قدامك كده. دي مش مشكلتي بقى النهارده. عندي مشكله. ايه هي مشكلتي يا جماعه؟ اللي الهيد، يعني يا راجل يا محترم يا اخي ركب له هيد استراد، بس ركب له هيد ميكس. طبعا يا جدعان النهارده الراجل مركب له هيد فوق هنا كده. ادي الورده اهي، ادي الورده. طبعا ده غلط. بص كام ورده، وردتين. وبرده ده مش موضوعنا. تعالى اقول لك بقى موضوعنا فين. بصوا يا جماعه النهارده الهيد يلا فين؟ الكتله بتاعتها اهي. نركز في الكلام ده عشان طبعا الهيد غير النهارده، والهيد هو الترومبا. طبعا لو الترومبا بتاعته فيها هيدها و60% انا همشيه. ادي هيد صيني وفي نفس الوقت دبابه. بصوا على الخرز ده يا جماعه، واضح عندك عريضه ازاي؟ ده هيد الدبابه. فرق الهيد الدبابه والدمكس ايه؟ هنفتح واحد اهو بالكرتونه قدامكم بالبرشام اهو، عشان تخلي بالكم وما تغلطوش وتلبسوش في الحته نفس اللي الراجل ده لبس فيه. لان في صناعيه كتير قلنا ما عندهاش ضمير، وانا دايما قبل كده وجهت لصحابي الصناعيه، خد من الزبون حق، خد حقك وادي الزبون حقه. احنا بنفتح قدامكم كل حاجه عشان تخلي بالك من الموضوع دوت. غير ده. لا ما انا بقول لك انت فرق، انت لو سبت كل ده ماسك ده انت هتقول هات فلوس هديك فلوس، بس انا هعمل الصح. اعمل له الصح وخد حقك وادي الزبون حقه. يا اخي اديله حقه، ولو ما عرفتش تظبط العربيه حتى لما يروح بره ما يغرمش. يعني النهارده هيغرم وهيخش في مبلغ وقدره. بصوا يا جماعه، ادي الهيد بتاع الديمكس وبتاع الدبابه اهو. اولا الهيد الاصلي من الصيني فرق اهو. يعني بص هنا الاصلي فيه 4 تختان، الصيني ما فيهوش. ما علينا، الاصلي بيبقى جاي في حرف الزكسل هنا اهو. اهو الصيني ما فيهوش تمام. الدبابه والصيني تعرفوا منين بقى؟ قرب يا ابني كده، انا عاوزك تركز معايا كده يا صاحب العربيه. ادي ده دبابه اللي هو على ايدي الشمال، ده دبابه وده ميكس. بين ده وبين ده ايه؟ الفرق الخرزه اللي قدام دي. الخرزه اللي قدام دي رفيعه ودي تخينه اهي. حط محرز جوه.
الخرزه دي رفيعه ودي تخينه اهي. ده الفرق بين الهدين. عشان لو انت واقف عند صناعي هو ممكن يمسكك الاثنين، انت كما تعرفش حاجه تقول هو بس لا مش هو. تعالى كده بص، ارجع تاني. ده بتاع الدبابه الاصلي اللي هو الدريكس، وده بتاع المكنه الدبابه العاديه، فما ينفعش. هياخدوا معاك عربيه تخلي عربيتك الجاز وتموت في المطار زي ما انتم شايفين اهو. هو لسه عاملها وصارف، راح عند واحد حط له يد دبابه وصيني وهو ما يعرفش. تعرف يد اصلي من الصيني بتاعه اللي ختمتي بالحرف الزكس ده. قال لك بقى كاني من انت كده انا فهمتك الاصلي من الصيني. وده الشيف طبعا حاجه طالعه انا مؤاخذه كده مش عارف غلط غير هو اليد بس. ان شاء الله بعد ما نخلص هنعمل لكم برضه فيديو ونوريكم العربيه ونصور العربيه نقول لكم الدنيا فيها ايه. بس كده عارفين انتظرونا ان شاء الله ساعتين زمن، وانا عشان زي ما انتم شايفين كده النهارده الجمعه ربنا يرزق الناس كلها. بلدنا مصريه بلدنا اللي مش عارف حلال حرام عليك تبقى انت الجنيه كلها بس هو صناعه بتاعها ما عندوش تمرين. والله انا هركبك اخلص بس هو علي كده هركبك النهارده. احنا ايه في العربيه؟ لا بصراحة العربيات اتغيرت 100%. بجد والله كنت هتبيعها؟ اه والله. بالله عليك. والله كنت رجعها بلاش من شهر ونص. مش كانت كدعه خالص. مش يا ماشي. جماعه اللي حلت الوش بتاعها اكتر من الوش حلت الوش. بصراحة الله يبارك لسه احمد هو واسطوره. طلع جرب عربيه لسه احمد واحد بس. كده احنا هنبوظ كوتش كده. الامريكا دي بقى انا ما بحبش انا لو وريتكم يا جماعه والله العظيم العجل بيطلع على التاني عندي عامل ازاي بعد ما اخلص الشغل. بس انا بستحرم جوز الكوتش النهارده ب 10000 جنيه اقسم بالله. انا بدي العربيه التاني بسمع الطفل بتاكل في الاسفلت اكل كده. انا صح، الله يبارك له ويصلح. عاوز تغير كوتش؟ ظفرك على الثاني. عينيا. طب اقول لك حاجه، انت الوحيد اللي هيعمل لك اقسم بالله هيعمل لك فين الوقت وهنولع لك بالكوتش. الاول كانت تمشي كانت تعمل زي الغفله موضوع. ماشي، ما انت مركب لها الدبابه هتمشي دلوقتي ازاي؟ مفيش. ما انت مركب لها الدبابه كنت مركب لها الدبابه هتمشي ازاي؟ يعني زي واحد زي ما قلنا مؤاخذه بالكبرى هو يشيل ويحط فيه. لا يا باشا بعون الله طول ما انت عند جزر مصر هتلاقي الدنيا. المهم بصراحة الله يبارك لك يا استاذ انت فتحت نفس العربية. بجد والله بجد والله انا كنت هنا ورجعت. كده بقى خلاص بقى هي الكتروليه بقى كده هتروح لها رايق. الله يبارك لك. انا رايق انا رايق اهو ها. الله يبارك لك صح. ما طول ما دي رايقت انت روح صح. تمام. بجد والله تمام العربيه. دور كده العربيه كده. وانا والله كان جاي بص شوف وشه الصبح يعني غضب ربنا نزل عليه. ايه يا عم انا هبيع العربيه هرجع العربيه. الموضوع كله سهل والله. خلاص بس زي ما انت شايف ولا رعشه ولا هشه، كل حاجه رجعت زي ما كانت تاني. كل واحد صاحب عربيه واقف، انا اللي بقول لك اهو من غير ما يقولوا. كل واحد صاحب عربيه واقف بيقول لك ايه عايز اسمع النغمه دي صح؟ بقول الله اروح عليك ان شاء الله. والجنب بقى بالمغسله اهي خلصت برضه بتغسل اهي والحمد لله يعني. انتظرونا ان شاء الله نعمل لكم فيديو بعد ما نخلص عربيه.